طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والرحمة والمغفرة لشهدائنا من القوات المسلحة من الشعب السوداني. ربنا يرحمهم ويغفر لهم. أنا دار أقول حاجة معينة يا جماعة للشعب السوداني يكون عارفها، وهو عارفها أصلا، لكن أنا دار أنبه لحاجة معينة. الناس اللي هسه بيغاطلوا فينا ديل الفضل من المتمردين الدعم السريع ديل من أسرة واحدة بالمناسبة. كويس، من أسرة واحدة. ومن حتة واحدة، يمكن تكون من ما يسمى بعرب أفريقيا. كويس، ما يسمى هم بنفسهم، هم يسموا نفسهم عرب أفريقيا، عشان الناس تكون عارفة تكون واعية. الناس اللي بيقاتلوا فينا داسي من لو لاحظتوا لهم شكل واحد من حتة واحدة ودقتهم واحدة. لو لاحظتوا، أنا بوريكم فيديو عشان تتأكدوا إن الناس دي الفضلوا ديل ناس بيقاتلوا من دولة واحدة ومن حتة واحدة، واولاد عم زي ما بيقولوا. كويس، الناس تكون عارفه، لانه بيجوا راكبين عربات، ما عربات، نصها عربات دعم سريع ونصها عربات ملتقينها بطين ونصها تاشيرات، يعني عباره عن ميليشيات تنهب في الدوله وتخرب وتستسلب وتسرق وتعمل اي حاجه. كويس، عشان تكون عارفين عانوا نازل. كويس، شايفينه؟ لاحظوا معي النازل، لاحظوا معي الناس اللي لابسين عمم يا جماعه، لاحظوا معي الناس اللي لابسين عمم دي. شايفينه؟ شايفينه؟ شايفين؟ دي نفس العربيه اللي سرقت العربيه بتاعت المرأة في عز النهار، قالوا دول ما احنا ما نفس الناس. شايفينهم؟ نفس الناس اللي سرقوا العربيه بتاعت المرأة في نص النهار. نفس العمم، صح؟ نفس العمم البيضاء. شايفينها؟ شايفين؟ شايفين النازل؟ شايف؟ نفس العمم البيضاء اللي قالوا ما هي سرقت العربيه نص النهار. شايفين النازل؟ لاحظوا لهم عباره عن مليشه بس، ما عنده اي علاقه بالدوله. بيقولوا النصر لنا بس، ما بيقولوا النصر للشعب المسلح، ولا بيقولوا النصر للقوات المسلحه، ولا النصر للمواطن السوداني. لا لا، لاحظوا النازل؟ شايف عين ورا ذاك. حتى لو لاحظتوا عين لبسهم، عين اللبس بتاع لابسينه ذاته عباره عن مليشه. شايفين؟ شايف العميه بتاعت الرجال ده؟ شايفين؟ شايفين النازل؟ عيلهم هم بيقولوا الله اكبر، ما اعرف بيقولوا الله اكبر على شنو. لاحظين النازل؟ لاحظوا النازل؟ لاحظوا النازي ما عنده اي علاقه بينه ولا عنده علاقه، دي عباره عن ميليشيات بالمناسبه. بس الناس لسه حاليا الفتره دي ما دعم سريع. الناس دي متمردين بس، دي جايين من كده على النيجر، وين خشوا العاصمه واندمجوا بيجوا ينهبوا ويخشوا المعسكرات، يجب حسمهم سريع بالمناسبه. الناس دي ما عندهم علاقه بالدعم السريع ولا عندهم علاقه باي حاجه. دي لسه عصابات، دي عباره عن عصابات. بس الناس دي عباره عن عصابات. لو لاحظتهم لعمتهم العمم بتاعتهم لابسينها دي قبيله واحده. الناس حاليا بقاتوا ديل حاليا الناس العربات دي قبيله واحده. تكون عرفتها من القبيله دي من قبيله من القبائل، بس عشان الناس تكون عارفه. ورسالتي المقطع الصوتي جابه محمد حمدان ده، قالوا انه المقطع ده مفبرك مركب تركيب، ده ذكاء اصطناعي مركبين له تركيبه جنجويد. لكن محمد حمدان ده قالوا مات وشبع موت، عشان الناس تكون عارفه. والوقت بقى وقت الحزم الا، يعني ان شاء الله حنحزمكم في اي بقعه على الارض مهما كان، يا مجرمين يا خونه يا مرتزقه. كويس، الكلام ده واضح والناس تكون عارفاه. يا متمرد، انت حتكون مقبرتك الخرطوم ان شاء الله. تكون عارف بقيت تنهب تقتل وتجري تشرد، تضرب تجرد، تخرج جوا الحله تخرج جوا هنا. لكن ان شاء الله النصر قريب لغايه الشعب المسلحه ولا الشعب السوداني حتكون عارفين، والشعب السوداني عرفك. عشان بعد ده تاني ما تجي تتبلى علينا تقول والله ديمقراطيه وما ديمقراطيه واحنا نحمي المواطن ونحن ما نحن ما. لا لا، خلاص المواطن عرفكم والشعب السوداني كله عرفكم. كويس، الصغير والكبير عرفكم انتوا شنو. عشان كده بعد ده تاني بس ما بنعرف لك حاجه غير البل والضرب، ما بنعنا لكم اي حاجه. كويس، ما عندنا لكم حاجه بعد ده تاني. ان شاء الله حتكون الخرطوم مقبره الغزاة، مقبره المتمردين، مقبره الجنجويد المرتزقه. انت عباره عن جنجويد ليس الا. كويس، ان شاء الله
حننتصر عليكم مهما كان عرباتكم ال 20 ولا 30 الفتره دي، مهما كان انتوا بقيتوا تجاروا زي الكدايس، تجروا من حته لحته، تضربوا حته وتجروا حته ثانيه، تضربوا حته دي. لكن ان شاء الله حنحدد موقفكم، حنضربكم احنا المواطنين ديل، حنضربكم مهما كان. والجيش شغال فيكم هسي، شغال فيكم ورا وقدام، والنصر قريب ان شاء الله. والله اكبر، وعاش الشعب السوداني، عاشت القوات المسلحه قدام.